حيا الله الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجينا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بنات المسلمين من هذا النوع البشري أو هذا الكائن البشري الغريب حقيقة اللي بغى يبدل سنن الله في كونه. متتبعينا الكرام، نتمنى إن شاء الله تفاعلوا معايا بحكم على أن أغلبية المتتبعين عندي في القناة هم نساء، وبغيت حقيقة النساء يعطيونا رأيهم في هذه المهزلة هذه. واش نتوما معها واش نتوما ضدها؟ لان ما سمعت به في قنوات عربيه دوليه محليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غير قبل ما نخوض في هذا الموضوع، راه كانوا عندنا بعض السفهاء حتى حنا في الدوله ديالنا، وراه غير ما عرفتش واش حشموا ولا هذا، راه دعاو لهذا التعدد ديال الرجال امثال نجاة عتابو الا كتذكروا. وكانت ربما خرجت حتى اغنيه على هذا الشيء هذا. ماشي هذا الشيء غريب، زعما غادي يجي على الحاجه لاله سندس الغزاله ديالنا التونسيه، زعما بنت الاصل وبنت القاع والباع كما كنقولوا، باش نضحكوا شويه في الفيديو لان هذا الشيء ولا كيضحك. علماءنا مساكن في صومت عميق وفي سبات ماشي غير عميق، وقيل ماتوا بحال الشكل ديال اصحاب الكهف، خصهم تيدوزوا 309 غادي يفيقوا من النعاس. معليش، حنا عارفين علماءنا تبارك الله فوقاش كيكونوا يعني كيتكلموا، ماشي دابا غيتكلموا في هذا الشيء ما غيقدروش. مي باش يعني نشوفوا سندس الان، حنا ماشي غرضنا لا الله يعطيك رضا تزوجي بجوج ولا بربعه. علاش كتقوليها لنا؟ سوقنا حنا ما عندنا سوق فيك. غير منين بغيتي تاخدي جوج د الرجال سيري غير براسك انت وياهم. لكن انا اللي غنقول للمتتبعين اللي ما قالوش القنوات، انا نقول لكم لان للاسف لو كانت كما كنقول ديما عندنا مشاهدات في هذه القناه كنا نعطيو اسرار كثيره حسب الكتب اللي قريناهم عند الناس اللي فريض ماهم طب القرايه، فهمتي، طب المؤلفات وخرجوهم. لكن للاسف الناس باغيين الصوره وباغي هذيك الشيء، وانا ما عنديش ديك الشيء، انا ما عندي غير الهضره. يعني الهدف من هذا الفيديو ديال هاد اختنا هذه اللي لاحظتو في التيك توك واللي تبناتو قنوات دوليه، لو ان كان فعلا فيديو تافه ما كان نشروا قناه العربيه وقناه سكاي نيوز وما عرفتش ديك الشيء الاخر اللي شفت انا فيه. ما بلاش، ما عندناش ما عندنا لاش. حنا اللي كنعرفوا هو ان الرجل له ما له، عطاه سيدي ربي تزوج باربعه د العيالات بجوج د العيالات بثلاثه د العيالات، ولكن هي في الاستطاعه الى قدر. ماشي صحاب لكم راه غير صافي تزوج بجوج ثلاثه اربعه بقى غير عاطيها للاولاد وعاطيها للعيالات ويجي يقول لي راه حيت ربي راه عاطيني. مي هذا موضوع مأكد انا كل شيء فاهمه. هادو الان ما بقاوش باغيين هذا الشيء، هما باغيين جوج ديال الرجال. بالله عليكم، واش تونس بقيمتها بعربتها بمستواها؟ تصوروا معايا التاريخ كيدخل جوج ديال النوع البشر، كيدخل السيء والحسن. لو ان فاطمه الفهريه رضي الله عنها فاقت من القبر ديالها، شنو غدير لهاد السيده هذه تونسيه، هذه امراه حره مسلمه قحه، يعني ضحت من اجل الدين ديالها وبنات جامع بقى مؤرخ وغيبقى ان شاء الله مؤرخ وتتذكر باسم فاطمه الفهريه. هادو هما العيالات اللي كنقلبوا عليها. ما اختنا في الله هذه قالت لكم لا، بغات تدخل للتاريخ لهذا الشيء، والاعلام ديالنا تبناه. كاين ان شاء الله زعما الفيديوهات، زعما راه حنا بغينا سندس زعما نشوفوها مزوجه بجوج د الرجال. قالت لك يا سيدي غادي تعقد واش من قيران واش من هذا. وللاسف الرجال مشاو الخوت، مشاو خذوها من عندي بالتاكيد. الحمد لله اللي باقيين كتستحملوا هاد الصفات العيالات. الرجال مشاو، انا كنقول لكم من هنا منين غادي تبقى تسمع بحال الديوتيين هاد النوع ديال الرجال هادو. واش دابا هذا راجل هو وديك الراجل ديك الشماته هو وياه، واش غادي يتزوجوا بمراه؟ واش كيقبلها حتى العقل؟ شوف العلمانيه فين بغات تاخذنا، شوفوا الالحاد في الفكر فين بغى ياخذنا، شوفوا المستوى المتدني فين بغينا نوصل. علاش ملي كنقول لكم الناس راه الاعلام منين تبدل، منين كيتبنى عفوا شي حاجه عرفوا راه الهدف منه راه ماشي باغي يقول لك سندس بغات تجوج جوج الرجال، لا، راه باغي يخرج شي وحدين ديك الكبت ديالهم، لان هكا بغاو يربيو فينا غير الجنس، فهمت؟ راه بغاو يعطيونا واحد الرساله حتى ديك المغربيه ديال الحشمانه ما قدرتش تهضر، ديك الجزائريه وديك الموريتانيه وديك المسلمه بصفه عامه، لا نوضي هضري انت ديري بحال سندس صافي. هذيك هي القدوه، لان دابا حنا عندنا بعض المؤثرين خصنا ناخذهم قدوه اسوه لنا. باغا ناخذوا شي حنا ديك الاسوه ديال في الكرامه ديالنا ونقتديو بالعيالات اللي سبقونا واللي واصلين، لا، خصنا حنا الاعلام. بانت هذيك في الاعلام فري، خصني نوض ندير بحال ديك سندس، قالت هذيك فلانه فري، خصني نتاسى بديك الخلق ديال يا ودي اش كديري. تصوروا معايا دابا انا ما غنهضرش كاع في ديك الشيء، فهمت؟ ديك الشيء اللي بغاو هما يهضرونا فيه ما هو سفلي، انا ما غنهضرش فيه. ولكن ندوري غير راسك، فين هي كرامه المراه؟ فين هي كرامه المراه؟
غير قولي لي بالله عليك دابا كيفاش انا ما نقول لك لا قلب عندك جوج ولا شي من هذا القبيل. نقدر نقول لكم بان يقدر يكون هذه غير مسرحيه من اجل باش انها تطلق يعني في العالم العربي من جديد ويدوخوا الناس من جديد، لان الاعلام اصبح اعلاما منحطا خسيسا. انا نقول لكم نيشان الاعلام ما بقى اعلام عندنا لا في المغرب ولا في دولنا العربيه. هذه مسائل الان كيلهيو بها الشعوب. المراه غادي تتزوج بجوج د الرجال، فهمتي؟ يعني ما عرفتش الناس نتوما اللي في اوروبا ما عرفتش انا واش وصلت عندكم لهاد الدرجه. سمعت مثليين، سمعت راجل كيتزوج براجل، عفوا الشماته كيتزوج بشماته، ولكن غنوصلوا دابا الرجال غيوليو كيتناوبوا على المراه وكيقول لك بالقانون. وهذا في بين قوسين انا طلعت شويه على الدستور التونسي، راه ما شارناش باشاره بطريقه مباشره على انه كيسمح يمنع ان التعدد يكون عند الراجل، ما كيسمحش بطريقه مباشره يكون الزواج ديال المراه بالتعدد. اش هاد الندى لو وصلتي ولا في الفكر ديالكم؟ واش هاد الفجور؟ واش هاد الفسق؟ واش هاد شنبقى نقول لكم؟ راه عبارات حقيقه من الاحسن يخونوني بلا ما عندي ما نقول لكم. غير واش كتبان لكم طبيعيه ان مرة تزوج بجوج؟ ولا ما بغيتي تنسبي محمد وحمد لهذاك الاولاني ولا هذاك الثاني؟ الثاني انا سندوس، هذاك اللي غادي يدخل اللي كان عند بوك شي شرف بعدا بقى. انا ما فهمتش بعد الراجل كان اول حاجه ما كيبحث فيها عند المراه هي الشرف، صافي مشى ما عندنا مشكل. الصين كاينه الحباب، كان تبارك الله مع وصلنا لواحد العلم. انا قلت لكم راه العلم فيه وفيه باش ديروه في بالكم، راه ماشي اي علم ممكن ناخذ به وندير به. نسيت حق البكالوريوس كدير ب 4000 ريال 100 درهم 7000 ريال. شوف المراه فين وصلت القيمه ديالها، هكا بغيتو ديروا للمراه لدرجه تصنعوا من المراه واحد الكائن صالح. غير هذا الشيء ما خلاوش المكان الطبيعي ديالو. انا راه تنحشم، ما رانا انا على بالت انا بحالي بحالكم راه كنطالع انا على هذا الشيء وكنقلب وكنبحث ملي كنبغي ندير فيديو. ما خلاو ديك المراه مسكينه يجوز انك تمارس معها من داك الشيء اللي حرم الله سبحانه وتعالى. ما خلاو ديك المراه مسكينه بلاصه، كل بلاصه في الجسد ديالها داروها جائزه انها تمارس عليها المراه. وكاين شي وحدين من حيت انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي فيها، وتقالت مع عند فنان وعند ممثل كيضحكوا علينا في الكاميرا خافين من بعد اعتذروا لينا تعطات لهم فلوس. حيت هاد الناس كاين واحد النوع راه ما يقدر يدير والو، في خباركم راه غادي يشد غير الفلوس باش من اجل يسن واحد السنه غير حميده في الارض. فهمت؟ هذا هو اللي بغيت نقول لعباد الله، وديك الشيء اللي اعلم ما تبقاوش تثقوا به. واللي بغات تمشي تزوج بجوج رجال ولا بالطبع 10 د الرجال، هذاك ماشي غير سوقها، هذيك راه ماشي غير سوقها، ولكن راه ما تبقاوش تخرجوا لينا وتقولوا بان راه سميتو الاعلام كيتبنى بحال هاد المواقف الى غير ذلك. وهذا اليوم خص العالم العربي والاسلامي كله ينوض حقيقه، يدير واحد الضجه على هاد السيده هذه. وخص صراحه الله لو كانت فعلا عندنا جامعه عربيه قويه وكانت فريمون عندنا علماء المسلمين كما كيقولوا، عندنا رابطه وعندنا كان في الحق خصو يتفتح تحقيق، لان هذه ما بقاتش الخوت، هذه حريه ديال الغابه. ديال الغابه سندوس هذه سمعيني مزيان شوفيها ولا لا تشوفينيش كاع ما عندي سوق فيك، ولكن راه غير الحيوان اللي كان كيدير هذه السنه. الحيوان حتى السبوعه بيني وبينك سندوس كانوا كيدابزوا على حساب اللبيه، مي دابا انت اقل حتى من هذه اللبيه كيبان لي. حتى الكلبه ملي كانوا كيبغيو يمارسوا معاها الكلاب ديالك حتى كيدابزوا بيناتهم، مي حتى دابا هذه الكلبه ماشي بحالك. والله العظيم اللي كنقول لك من القلب بالله، الكلبه شريفه عليك، اللبيه شريفه عليك. وقيلا القطار ما عرفتش السنه ديالها كيفاش دايره، مي بعض شي حيوانات حقيقه حتى كينوض واحد المعركه داريه كيقدروا يوصلوا للزوجه ديالو. اليوم المراه مسكينه اللي شي وحدين منهم بغاو يردوها فعلا اللعبه ديال فقط ان غير ديال الجنس، هذا الله من هذا منكر. اذا انا بالنسبه لي اي حاجه تذاع في هذه القنوات هذوك ما بغى يكونوا عربيه دوليه محليه ما عرفوا الا الهاء لينا والا تفاهه لينا والا باغيين يسنوا واحد السنه ديال الفساد ما انزل الله بها لا في اليهوديه ولا في المسيحيه ولا في الاسلام. بغاو يجعلوا من المراه شي حاجه ما مفهوماش. حنا كنعرفوا عيالات النساء يساريات والله الا كيستنكروا هادشي، كنعرفوا نساء والله ما كيعرفوا بينهم بالله لا غير الخير والاحسان ملحدين والله ما يديروا هادشي. ولكن سمحوا لي المراه دابا ولات انها تسمح في شرفها، تسمح في عرضها، تسمح في كرامتها. انا ما فهمتش المراه الى هذه الدرجه ولات كتخرج بهذه الطريقه هذه. سمحوا لي كاع اي حاجه نقدروا نتفقوا معكم فيها، اي حاجه ممكن نتواصلوا نجتمعوا معكم فيها نتفاهموا نتفاوضوا. كاين شي امور كنفكر لها زعما بالعقل كنقول واش فريمون المراه غادي تمارس مع جوج د الرجال، غادي تتزوج بجوج د الرجال. راه غير كتمارس ماشي غتزوج بجوج د الرجال. هذا راه عهر، هذا سمحوا لي راه فساد. هذا راه
خسيس هذا القانون، خصو يتعاود. والهضره راها طويله والفيديو غيزيد يطول، ولكن اقول قولي هذا، اقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء فينا. حقيقه هذا هو اللي غادي نقول. علماءنا مشايخنا اتحركوا قبل فوات الاوان، وعلى الاقل قولوا كلمه حق، على الاقل قولوا كلمه حق، قولوا اللهم من هذا منكر باش تحيدوا عليكم اللومه مع سيدي ربي غدا. عيب صاحبي، عيب، لا شرع. بغيتو تسنوا هاد القوانين، وهنا في المغرب المغاربه تحملوا مسؤوليتكم، حتى نتوما من طنجه للقويره. راه كاين هاد النوع بغى يكون عندنا في المغرب، كاين النوع اللي بغى يدير الفساد العلني، بغى يدير شي حوايج اللي ما عندنا بها علاقه نهائيا، بغى يعيش في اوروبا غير في الفساد الظلامي، فهمتي؟ راه ما بغاش هو اوروبا يقتدي بها من ناحيه تطبيق القوانين ومن ناحيه محاربه الفساد واختلاس المال والعام الى غير ذلك. لا، هما راه باغيين يوثقوا في العرب وفي المسلمين غير الجنس، غير الجنس. فيما كان اجي نديروا زواج المثليين، اجي نديروا الزواج ديال العيالات بيناتهم، اجي حقا نحاربوا ديك الورث، اجي الورث عفوا، اجي حقا نعطيو للمراه تزوج بجوج ديال. يعني شوفوا لاحظوا كيفاش كيناقشوا المراه غير من الناحيه الجنسيه، غير من الناحيه الجنسيه. ما هو الفيديو الاخر ان شاء الله الا كتب طول الله العمر، خصني شي نهار فريمون ندير واحد اللايف ونهضر فيه مزيان على هاد الاشياء هادي. بان لي بان الناس فري راه ما قارياش كتب ديال الناس، كيفاش راه الناس راه خرجوا كتب من عند علماء النفس من عند الدول المتقدمه كامريكا مثلا، من اجل غير كيفاش يستثمروا المراه في الجنس. باش ديروا هكاكم. وهذا هو الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه مره ما جوج، وكيفاش الاعلام خدام يعني في القواده ديال هاد الناس هادو. باش نقولها لكم، راه اعلامنا ماشي هادف. واحد يقدر ما يفهمش هاد القواده، يفهمها بمنظور مفهومها الخاطئ. لا لا لا، كونوا هانيين. الحمد لله كنعرفوا ما كنقولوا، كنعرفوا كيفاش نوصلوا للمتتبع ديك المعلومه ديالنا. وإلا خطأنا كنخطئوا نقولوا لهم سمحوا لنا، ولكن راه ملي كتكون شي حاجه راه خصنا نبقاو نقولوها. هذا هو اللي كاين. كنت كنتمنى على انني نجيب شي فيديو هادف نقدر نفيد به الناس، لكن يؤسفني على ان فاطمه الفهريه دفنات راسها في التاريخ المشرق، وهذه دفنات راسها في التاريخ يتبول عليه البشر، ماشي غير من طنجه حتى للقويره، من جاكرتا حتى للرباط. خليتكم الراحه، السلام عليكم، الى اللقاء.